بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أهلا وسهلا بالمتتبعات الحلوات. اليوم راح نخدموا وصفة سهلة بزاف، هي وصفة مالح وحلو في زوج سهلين، في زوج ما يعديوش دقيقة خدمة تاعهم. عندنا تاكوس ليه غير بسكالوب برك، ما خلطوش معاه البطاطا خلاص. هذا صدر تاع الدجاج، الطرف هذا يصلح الوجبتين يعني شخصين. عندنا نحكمو صدر تاع الدجاج، نديروا له التوابل، نبداو شويه فلفل كحل، شويه ثوم، شويه فلفل حار مع شويه كمون، ونديروا له عصره تاع القارص ونتبلوه مليح مليح. اللي حاب يزيد ياغورت الى عندكم، الا ما عندكمش ما كلاه، زعما يخرج نفس النتيجه. ثم نخلطوه مليح ونحطوه يتقلى، يتحمر مليح. نحتاجو انه نشوفوه يتحمر خلاص. حنزيدوا له شويه. هذه ماناش ما نقليوهمش، زعما نحطوهم كي يكون شايح في شايح. شويه طماطم وشويه معدنوس. هذه يصلح الوصفه هذه، تصلح الواحد يجي من برا ما يحبش يكسر راسو بزاف. هذه وصفه سهله خلاص ليه. يكون الواحد جيعان وما يلقاش وش يطيب، ما يحبش يحط بزاف الحوايج، هذه وصفه مليحه. هنا بعد ما تحمر لنا الدجاج نتاعنا كيما رانا نشوفوا فيه تحمر مليح، نروحوا نجيبوا الورقه تاع الديول. انا عندي الفرد ماركه ورقه تاع ديول، ماشي ديول، ورقه تاع التاكوس. كاين واحد لا مارك مليحه تاع التاكوس، هذه ما نبدلهاش. عندنا نحطوا شويه جبن مع شويه تاكوس، ونحطوا هذيك الطماطم مع المعدنوس. انا نشتي الحشاوش نموت عليهم، خدمتي غير مع المعدنوس والدبشه. بعد ما حطينا هكا نزيدوا لهم شويه مايونيز. اللي ما يحبش يدير هريسه ولا نحي مايونيز ويحط له هريسه. نقفلوه ونحطوه يتحمر، نخليه يتحمر على جهتين، وهكا نكونوا صاي درنا اجمل تاكوس والذ تاكوس في العالم. انا جاني كي جربت تاع مع البطاطا، جاني تاع الدجاج وحده يجي بنين خير وخير. كيما راكم تشوفوا فيه محمر الله الله، والذوق تاعو الذوق هايل. الوصفه الثانيه يا سيدتي الجميله هي وصفه ما عرفتش كيف حنسميه الكاطو هذا، حتى هو كاطو تاع دقيقه. عندنا 200 غرام زبده، ماشي زبده مارغرين. عندنا 8 مغارف سكر و6 مغارف زيت، وخلطوا مليح 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 مليح. عندي هنا شويه كاوكاو، مغرف تاع كاوكاو كانت بقات لي حطيتها. مش لازم ديروا كاوكاو، بصح يعطي واحد الكو هكا في المذاق تاعو. نخلطوها مليح حتى نحصلوا على مزيج كريمي، ونزيدوا شويه فرينه. وما نساوش خميره كيميائيه، كيس واحد خميره كيميائيه. شوفوا هذا درتو عشوائي ليه درتو للدار هكاك برك، بغاو حاجه حلوه حطيتها لهم. ما قيست زعما هذو الكريات ما حسبتهم، ما وزنتهمش خلاص، حطيتهم عشوائيا هكاك برك. ما بغيتش نطبع، ما بغيتش كاطو نطبع فيه، ما بغيتش كاطو يكسر لي راسي. رحت خيرت هذا جاني اسهل ما يكون. هاو النتيجه تاعو تحمر شويه، وحكمت درت له شويه كونفيتور، لصقته كامل كونفيتور. هذا كاطو اللي ما يحبش يشقى، كاطو الفنيانات، كاطو مكسرة اليدين هذا هو الكاطو تاعهم. عندنا هكا لصقته مع بعضه، ودرت له شويه شيكولا، حطيته في الشيكولا. هو هذا الكاطو كامل على جال سخفت على شيكولا، سخفت على حاجه فيها شيكولا. المهم سريع جدا. اللي عنده الزبده، وهذا هو الشكل تاعو، وينجح لك 100%. من اول تجربه ينجح لك. بس شكرا على المتابعه، واهلا وسهلا بكم المتابعات الجديدات، وما تنسونيش بلايك شير وكومنت. وشكرا.